السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، وشكون راكم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم مسكوتو البنات او كيك يومي البنات مسكوتو خفيفه ظريفه تحضريها في وقفات تخرج بزاف بنينه، الشكل تاعها راقي جدا. ديريها لوليداتك، ديريها معاك ضيفه تخرج ما شاء الله. نبداو بسم الله في المقادير. ما تنسوش البنات صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. هنا عندي زوج حبات بيض، عندي كاس غير ربع زيت، عندي علبة تاع ياغورت طبيعي، عندي 2 كيسان فرينة، نص كاس مايزينا، كيس ونصف خميرة كيميائية ولافاني. هنا البنات في الغيسيبيون درت 2 حبات بيض مع كيس سكر. البنات نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كيما عودتكم البنات. صندوق الوصف اللي ما تعرفوش تضغط على العنوان، كي تضغطي على العنوان تصيبيه تلقاي صندوق الوصف. هذا مكان. دخلت دوك 2 حبات تاع البيض مع الكاس تاع السكر، نديرو كاس غير ربع زيت. البنات هذه المسكوتشو تخرج بزاف بنينه، تخرج روعه البنات، تخرج بزاف هشيشه. هكذا البنات تخلطوا هكذا، ديروا الزيت على دفعات، لازم نديروا الزيت على دفعات. وسي با لابين تستعملي هنايا الباتور، استعملي غير الفوي فقط. البنات نشكركم على تعليقاتكم الرائعه، اللي جربوا الوصفات نقول لكم ربي يحفظكم، اللي درتوا فيا الثقه، وان شاء الله نكون عاد حسن ظنكم. اللي طلبوا مني الوصفات نقول لكم درجه درجه، كل مره ندير لكم وصفه تاع مشتركه. البنات هنايا درت علبه ياغورت طبيعي هكذا البنات، مشتركه طلبت مني ندير لها مسكوتشو. درت لها اليوم هذه المسكوتشو بزاف بنينه البنات. ديروا علبه تاع ياغورت طبيعي، اللي ما عندهاش الياغورت دير كاس غير ربع حليب، ما كان حتى مشكل، ماشي شرط اصلا ديري الياغورت ناتشور، تقدري تعوضيه كاس غير ربع حليب البنات. وتخلطوا هكذا البنات كيما راكم تشوفوه. ومن بعد هنا البنات ضفت لها ملعقه لافاني. ومن بعد دوك نديروا الفارينه كيما قلت لكم البنات، تبودروها، لازم تبودروا الفارينه. درت الكاس الاول تاع الفارينه، الكاس اللي يرفد 220 مليلتر البنات. هنايا درت كاس تاع الفارينه، درت كيس ونصف خميره كيميائيه، الكيس فيه 10 غرام، انا درت كيس ونصف، يسمى درت 15 غرام خميره كيميائيه. هكذا تبودروا، هكذا تصفيوها. بعد نزيدوا الكاس الثاني تاع الفارينه، ونزيدوا نص كيس مايزينا، تقدروا ديروا 2 كيسان ونص فرينه كيما تحبوا، تقدروا تزيدوا ديروا المايزينا، زيد تخفف لكم العجينه تاع المسكوتشو. هكذا البنات، اللي ما عندهاش المايزينا تكمل هذاك النص كيس بالفارينه هكذا. ومن بعد تخلطوا البنات. دوك نوري لكم السر في هذه المسكوتشو باش تخرج لكم خفيفه، مازال ما عطيت لكمش السر الاخير. هكذا تخلطوا هكذا بيان بالفوي البنات حتى تندمج هذيك الفارينه مع الخليط. هكذا البنات تخلطوا هكذا بالفوي كيما راكم تشوفوا. توجدوا البلا تاع المسكوتشو، المول تاع المسكوتشو تدهنوه كامل بلا مارغرين، تبودروه بالفارينه، ومن بعد نديروا فيه الخليط تاع المسكوتشو. هذا هو السر اللي قلت لكم عليه البنات. نديروا ربع كاس ماء ساخن جدا، ربع كاس ماء. هذاك الماء يكون يغلي. كونوا نقول لكم البنات واش صرالي في هذه المرحله عبالكم كنت حاطه الكاس في لافين تاع البوطاج، هذاك الماء قلت لكم ما سخون يغلي، طاح عليا، طاح ديجا على كرشي عبالكم حرقني. حبست لا فيديو بعد كملت لكم، معنيش كملت الفيديو مع مشتركاتي العزيزات. سلامه في راسي ان شاء الله البنات. هادو البنات كواليس العمل. هكذا البنات شوفوا لي كيفاش ولا الخليط، حتى كي ديروا هذيك العلامه تاع 8 تقعد شويه ومن بعد تروح. هنا البنات في لافين درت مبشور الليمون، يعطيكم واحد البنه في المسكوتشو. مبشور الليمون تجيب بزاف بنين، نحب ندير مبشور ليمونه في الاخر. هنا كيما قلت لكم المول دهنته كامل بلا مارغرين ولا الزيت، سبودريته كامل بالفارينه. السر الثاني من اسرار المسكوتشو، لازم هنايا شوفوا راني ندير في الخليط تاع المسكوتشو في المول ومازال ما شعلتش الفرن، حتى درت الخليط نتاع المسكوتشو في المول باش شعلت الفرن، شعلته على درجه حراره 180 درجه. درتها طيب، كي طابت لي هكذا ديروا فيها كيردون ولا موس، تصيبوه تلقاوه بلي ناشف، هذاك تعرفوا بلي طابت. وبعد هنايا خلوها تهفت، على الاقل خلوها 5 دقائق، ومن بعد ديمولها لكم فاسيلمون، ومن بعد زينوها كيما تحبوا. التزيين يقعد اختياري البنات.
انا زينتها بالمعجون وزينتها بالكاوكاو ايفيلين. انا توجور نشري كاوكاو ايفيلين نحمصو ونخبيه، ندير به المسكوتشو، ندير به البسبوسه، نستعملو للتزيين. هنايا انا حبيت نديرها كامل بالكاوكاو ايفيلي، يخرج الشكل تاعها بزاف جميل. اللي عندها مناسبه ولا عندها عرس ولا سابع ولا تقدري تعتمديها وديري هذا التزيين، يخرج راقي جدا وبزاف بنين. ميم هذه المسكوتو تخرج بزاف بنينه، تقدري ديريها مقبل 3 ايام ولا يومين مقبل، تخرج بزاف بزاف بنينه. برك عباكم واش ديروا لها، لازم تغطيوها، تحكموها، ديروها في كيس بلاستيكي وتغلقوا عليها، تبقى لكم هكذا طريه وتبقى بزاف بنينه. انا درت هكذا، درت تزيين بسيط هذا ما كان، درت لها كامل كاوكاو ايفيلي هكذا صاير داير على كامل المسكوتشو، وزينتها بهذه الورده تزيين بزاف هايل هكذا. درت كانت عندي هذه الورده زينتها بها. وفي الاخير حبيبتي سلامه، تنسونيش اشتراك في القناه وتعليق شباب كيما نتوما. سلام.